بعد وفاة أحمد عامر حاجة غريبة حصلت محدش كان يتوقعها، ده غير إن النعش بتاعه اتقفل عليه المسجد واتأخر معاه الدفن. أما عن سبب وفاته إيه اللي حصل له وآخر منشور كتبه على صفحته، كل ده هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. المغني أحمد عامر في ذمة الله. أما عن سبب وفاته واللي حصل له، فامبارح كان معاه أكتر من حفلة، يا دوبك خلص اول حفله وبعدها تعب وقال خلاص انا مش هقدر اكمل. حس بتعبه ضيق في التنفس وبعدها اعتذر عن باقي الحفلات ونزل منشور اعتذر فيه انه مش هيقدر يكمل لانه تعبان، وروح البيت وقال ادعوا له بالشفاء. وهو في طريقه للبيت التعب زاد عليه، اتنقل للمستشفى ومن المستشفى دخل العنايه علشان يقدروا يسعفوه. ازمه قلبيه حاده، اتوفى في الحال رحمه الله عليه. وبعد ما خدوه من المستشفى للمسجد علشان يصلوا عليه وبعدها الدفن، اكتشفوا ان هم ما جابوش تصريح الدفن، فاضطروا يخلوه في المسجد لحد ما يجيبوا التصريح. الغريب بقى ان بعد وفاته اغلب متابعينه ويمكن كلهم طالبوا مدير اعماله واصحابه بحذف اغانيه من جميع المنصات. تبص على كومنتات المنشورات اللي فيها خبر وفاته ما تلاقيش غير حاجه واحده بس: ارجوكم احذفوا اغانيه قبل جنازته. وبالفعل مدير اعماله قفل صفحته وكل قنواته، وحتى اصحابه بداوا يحذفوا الاغاني اللي عملوها معاه، من ضمنهم حمو بيك. مش كده وبس، ده كمان اهله واصحابه طالبوا شركات الانتاج بحذف اغانيهم وهم مستعدين لاي تعويض. معنى كده ان المغني نفسه عارف ان اللي بيعمله ده حرام وبيدمر به اجيال وما يتمناش يموت على اللي هو عايش به ده. احمد عامر مات في عز شبابه وفي عز شهرته، واللي للاسف كانت سببها الاغاني، واللي اصحابه المغنيين اللي زيه دلوقتي بيطالبوا الناس بحذف. الموت بيجي فجأة، ما يعرفش المشهور ولا غيره. الموت ما بيفرقش ما بين شاب وعجوز، الموت هيجي لك في اي لحظة، المهم تكون مستعد. والمصيبة الاكبر في المغنيين وغيرهم اللي عارفين ومتاكدين اللي بيعملوه ده حرام وبيدمروا به اجيال، ومع ذلك مصممين عليه ومكملين. فربنا يهدينا ويهديهم ويتوب علينا وعليهم وعلى الجميع، قولوا امين. واخيرا ادعوا لاحمد عامر بالرحمه والمغفره، وربنا يصبر اهله، وعلينا جميعا ناخد عظه وعبره من اللي حصل ونكونوا مستعدين للقاء الله. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.